المفاجأة دلوقتي هاخدكم جولة على مول البستان عشان نعمل تجميعة اقتصادية. ودلوقتي نبدا رحلتنا في مول البستان. ودلوقتي طلعت المول البستان الدور التاسع لمحل اسمه بازل تكنولوجي، واللي خلاني اختار المحل ده ان اسعاره معقوله، ولا هي في الغالي ولا في الرخيص قوي. وهم اقترحوا علينا تجميعتين، اول واحده وهي جيل حديث وفيها تطوير قدام ولكن من غير كارت شاشه خارجي، يعني الاعتماد كله هيكون على الكارت الداخلي بتاع المعالج واللي هو رايزن 5 8500 جي، وهيكون ممتاز جدا للالعاب الاونلاين الخفيفه زي ليج اوف ليجند وفالورانت وفورتنايت. فالكروت الداخليه بتاعت اي ام دي احسن بكتير من انتل، والتجميعه كلها عامله 17500 جنيه. اما التجميعه الثانيه بتكون بكارت شاشه خارجي ولكن كلها جيل قديم، يعني المعالج اللي فيها ده رايزن 5 3600 ولكن المعالج ده من 2019 وكان ساعتها نازل بمعماريه زين 2، والمعالج ده 6 كور 12 ثريد زي ال 8500 جي، بس ال 8500 جي اقوى منه بحوالي 20% في الاداء العام. وكمان المعالج الاحدث ده فيه كارت شاشه داخلي، بس طبعا التجميعه الثانيه دي هتبقى اقوى عشان فيها كارت شاشه خارجي واللي هو جي تي اكس 1660 سوبر، وسعر التجميعه دي عامله 20000 جنيه. لكن انا ما حبيتهاش، جيل قديم وهيبقى صعب التطوير فيها، ولكن هي تختلف من واحد للتاني حسب احتياجاته. واخترنا اول تجميعه ولكن حبينا نغير موديل الكيسه، لان احنا كنا محتاجين كيسه تقبل كولر مقاس 360 مللي، ده عشان بعدين لو هنفكر نركب كولر مائي في التجميعه دي. فالباشمهندس احمد في المحل عرض علينا كيسه اكزاندر فيلوكس وبيجي معاها باور 600 واط، لان هي كيسه كومبو. بس انتوا طبعا عارفين ان الباورات اللي بتيجي مع الكيسات الكومبو ممكن ما يكونش ليها شهاده حمايه، لان اغلبها بتكون من شركات مش معروفه علشان سعرها يبقى ارخص. الاكزاندر فيلوكس فيها 4 مراوح، 3 من قدام وواحده من الظهر، وسعر الكيسه دي كان عامل 3350 جنيه. بس بعد ما اخترنا الكيسه دي الميزانيه غليت 1000 جنيه، وكل المبلغ اللي كان مع صاحبي 18000، فاضطرينا نقلل المساحه بتاعت الارض من 480 جيجا ل 256 جيجا، وقللنا برده التبريد من انتك اي 30 نيو خليناه ديب كول ايس. وسعر التجميع كده وقف علينا ب 17800 جنيه. وبعد كده بداوا يركبوا التجميعه في المحل. ويمكن حد يسالني ليه يا احمد ما ركبتهاش في الاستوديو عندك وتكون اول تجميعه القناه بشرح تفصيلي ازاي تركبها خطوه بخطوه. هو ببساطه للاسف صاحبي كان مستعجل ان هو يجمعها وما كانش فيه اي وقت ان احنا نركبها في الاستوديو. وبصراحه انا بفضل دايما تركب التجميعه في بيتك عشان ما فيش اي مسامير تضيع او اي ملحقات داخل العلب. والمهم نرجع لتركيب الكيسه من تاني. وبعدها البورده جهزت وتركب فيها المعالج والكولر والرامات. والرامه هنا دي دي ار 5 16 جيجا، ولكن للاسف زمن الاستجابه بتاعها كبير سي ال 46، وده رقم كبير جدا. يعني في الدي دي ار 5 بننصح مثلا بسي ال 36، لان كل ما الرقم ده يقل كل ما الرامه تستجيب اسرع، بس مبررها ان هي سعرها رخيص شويه ب 2100 جنيه. وبعدها عملوا ويندوز للكيسه وكده خلاص خلصنا. كنت حابب ان انا اصور مع الباشمهندسين في المحل واسالهم شويه اسئله عن التجميع، لكن ما قدرتش لان كان في عملاء هناك تانية في المحل. وبسم الله ما شاء الله على التجميعه بتاعتهم اللي انا ممكن اسميها التنين الابيض، وربنا يبارك لصاحب التجميعه دي. وبعد ما خلصنا الليله دي كلها اتفاجئت ان المعالج جاي تري، يعني المعالج جاي بدون علبه، والضمان بتاعه اقل بيكون 12 شهر. فالباشمهندس احمد كان كاتب لي ان هو ام بي كي اللي هو يعني المعالج ده تري، لكن انا ما خدتش بالي من النقطه دي. وهنا بقى هقول لك على النصيحه الذهبيه. معالج 8500 جي انا واخده بكام تري؟ ب 6800 جنيه. طب النسخه البوكس بتاعته اللي بيجي معاها مبرد وضمان 3 سنين وسعرها كمان ارخص، كان سعرها من 7000 جنيه ل 7100، وكمان جاي معاها المبرد بتاعها، يعني مش هضطر اشتري مبرد خارجي لان في التجميعه دي محطوط مبرد ديب كول ايس. هو سعره عبيط 400 جنيه، ولكن انت اولى بالفلوس دي. ففرق السعر بين معالج البوكس والتري فرق عبيط جدا حوالي 200 جنيه، فما تشتريش معالج تري طالما فرق السعر مش كبير. ولما روحنا بقى البيت عملنا بقيه الحاجات الناقصه زي الكيبل مانجمنت بتاع الكيسه، بدات اظبطه ونزلت التعريفات اللي ناقصه للجهاز، وكمان حدثت البايوس بتاع البورده. وهعمل لكم فيديوهات تانية ايه المشاكل اللي قابلتني وانا بحدث البايوس بتاع البورده، لان المشاكل دي هتقابل اي حد. وكمان كان في مشكله تانية ان ولا لعبه عايزه تشتغل، وكل ده هيكون في الفيديوهات الجايه، وهسيب لكم الروابط بتاعتها تحت في الوصف. والنصيحه اللي تاخدوها من الفيديو ده اسال على كل حاجه قبل ما تدفع فلوسك، زي انك تسال المعالج تري ولا بوكس، وزمن الاستجابه كام بتاع الرامات، يعني ما تسيبش تفصيله غير لما تكون عارفها. ودي بقى كل اسعار القطع في التجميع. وما تنسوش بقى تعملوا لنا ايه، سلام.